في نفس الوقت اللي يغيب عن شاشتنا ما يحدث في التحرير. يعني برضو أوضح هذه النقطة ولك أن تكمل سيدي الفاضل. يعني عندما ذهبت كاميرات التلفزيون المصري إلى ميدان التحرير في هذا اليوم، يوم الجمعة، تم التعامل معها بعنف وتم تكسيرها من قبل المتظاهرين لما بيعرفوا أن هي كاميرا التلفزيون المصري. جميل. وبعد الجمعة السبت. أيوه يعني أنا عارف. أقصد أقول لماذا لم تذهب كاميراتنا؟ لماذا لم تذع كاميراتنا من هناك؟ نعم. لماذا لم يكن التلفزيون المصري هو مصدر معلوماتنا؟ لماذا ألجأتمونا إلى الجزيرة؟ وألجأتمونا إلى العربية؟ وألجأتمونا إلى CNN؟ نعم. ليه؟ ناهيك بقى عن اللي حصل، وده الطامة الكبرى. يوم المظاهرة المليونية. نعم. تقوم معمولة مظاهرة فيستك تحت التلفزيون فيها 200-300 نفر، ويصوروها ويذيعوها بالمقلوب وبالمعدول ومن الأول ومن الآخر، والمذيع يا عيني توجعه حنجرته وهو بيقول وهي الألوف تتقاطر. يا أخي عيب، يا أخي اختشوا. يعني ده في عينين شايفة تتقاطر فين؟ ألوف إيه اللي بتتقاطر؟ زي طيب خلصنا من موضوع المظاهرة الخايبة المدفوعة الأجر. طب في مقابلها ما تروحوا هناك، ما تورونا ال 2-3 مليون اللي هناك، خصوصا وأنها كانت مظاهرة سلمية محترمة حضارية. نعم. مشرفة جدا 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 للشعب المصري. نعم. برضو اختفى دور التلفزيون برضو للأسف. طبعا ناهيك عن الإذاعة عم أحمد ضم كل القنوات. المظاهرة مظاهرة شبابية، تقوم الإذاعة قافلة إذاعة الشباب والرياضة، بدل ما تبعت العيال هناك. العيال النحل بتاع الشباب والرياضة اللي كان المفروض يكون موجود هناك وبيقدم ريبورتاجات من هناك، تتقفل إذاعة الشباب والرياضة وتقدم لنا ما شربتش من نيلها مع البرنامج العام، مع الوحيدة المفتوحة مستقلة صوت العرب. وكأنما صوت العرب دي ما بيتكلمش الشعب المصري، بيتكلم حد تاني، والباقيين هم اللي بيكلموا الشعب المصري. جينا وصلنا لبعد كده وأصبح التلفزيون محور إشاعات على العيال وعلى ما يحدث هناك. بتحصل قطيعة تدريجية بين ما يحدث هناك، بين نبض الولاد هناك وبين التلفزيون. آخرها امبارح لا خيول ولا جمال. نعم يا اخويا، امال الناس شافت ايه؟ فيلة؟ شفنا اسود يمكن؟ مين اللي قال لكم ان مفيش خيول ومفيش جمال؟ جات لكم منين دي؟ نعم. هذه الاخبار تخلي المواطن المصري يشك تماما في مصداقيه التلفزيون بتاعه، اللي هو مش بتاع حد. نعم. المفروض يكون بتاعه، المفروض يكون مصدري الاول للمعلومات. نعم. ارجو يعني انا شايف ان مبادره الاستاذ عبد اللطيف ان يسمح لي بكل هذه الساعه الصبر ان انا اقول اللي انا عاوزه. ارجو انه ده يكون تغير في الاخلاق المهنيه للاعلام المصري. ارجو ان يكون هذا تغيرا. بس واضح يا استاذ عمار انك حريص على الاعلام المصري. طبعا يا نهار اسود يا احمد. نعم. وانا عندي غيركم يا ابني؟ نعم. هو انا قلبي ما بياكلنيش على الاعلام المصري؟ نعم. ازاي يعني؟ وانا جاي منين؟ من غزة ولا من تركيا؟ نعم. لا طبعا حريص على الاعلام المصري، وطبعا نفسي انه تلفزيوننا يبقى سيد الكل، وانه اذاعتنا تبقى ست الكل، وانه شاشتنا تبقى هي الشاشة اللي عين الشعب المصري ما بتترفعش من عليها، وانه قلبه يبقى مصدقها. نعم. انا يعني أنا مبسوط قوي إني قلت ده عندكم، الحقيقة مرتاح. ونحن نتقبله بصدر رحب، وسنحاول جاهدين أن نصل إلى هذه الصورة قريبا إن شاء الله في ظل ما هو متاح أمامنا. وجاءنا الآن من القوات المسلحة التأكيد بأنها كانت تتلقى البلاغات أولا بأول. أستاذ عمار، يعني ذكرت أنك اتجهت إلى القنوات الأخرى، طب هل اقتنعت بما تقدمه؟
بص بقى، انا لا فكرت اقتنع ولا ما اقتنعش، انا نعم. كنت عايز حاجه تحطني في الصوره هناك. نعم. اعرف العيال بيعملوا ايه. على فكره، بس انا ما قلتش ان القوات المسلحه لم تكن تتلقى بلاغاتكم، انا قلت كانت تتلقى. نعم. ولم نكن نعرف ماذا حدث. نعم. ودي تفرق كتير. نعم. اخيرا، برضو مش عايز التلفزيون بتاعنا يستدرج لشائعات خايبه جدا، زي البت الخايبه جدا اللي طلعت تقول دفعوا لنا $50,000 كل واحد وصفرونا وحطونا وجابونا. يا جماعه، قبل بس ما نقول حاجه نفكر فيها. احسبها معايا والنبي احمد ابو سيل. تفضل. انت دلوقتي بتدفع $50,000 للنفر اللي رايح يتعلم قياده الجماهير واثارتها. نعم. $50,000 لو كنا 10 دفعوا $500,000. ال20 بمليون. نعم. ال20,000 بمليار. مم. يعني اقصد اقول انه لو هناك جهه سخيه جدا هتدفع $1,000,000 تبقى هتجيب لك 20,000 ثوراجي. نعم. طب اخبار بقيه ال5 مليون ايه؟ اللي وقفوا يوم مين اللي دفع لهم؟ مين اللي جاب لهم اي حاجه في اي حته؟ وضحت يا أستاذ عمار هذه الفكرة. بنشكرك، وسنحاول جاهدين أن نصل إلى كل المشاهدين لإرضاء أذواقهم. تقبلنا هذه الكلمات ونحن سعداء. أستاذ عمار الشريعي، شكرا جزيلا لك. وخير من يرد على هذه المداخلة الأستاذ عبد اللطيف المناوي، رئيس مركز أخبار مصر. أستاذ عبد اللطيف، مساء الخير.